فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إيمان بالله جل وعلا لا يقارنه كفر بالطاغوت ليس توحيدا. شخص يعبد الله ويعبده وحده ويتنزه عن أدنى شرك بغيره، لكنه لا يعتقد بطلان عبادة غير الله، ولا يعتقد أن من عبد غير الله تبارك وتعالى فقد كفر وخسر خسرانا مبينا، فإنه ما جاء بالتوحيد. لا بد من الجمع بين الأمرين: أن تعبد الله تعتقده مستحقا للعبادة، وأن تكفر بما سواه، وأن تعتقد بطلان عبادة ما سواه تبارك وتعالى. بهذا يكون التوحيد. وما أكثر الغلط في هذا المقام. الأمر الثاني